أعزائي الخطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الدروس التي سوف ألقيها عليكم هي تابعة للتسجيل الصوتي، القرص الصوتي المرافق لكتاب الأطوار الحسينية في حلتها الجديدة. وألتمس من أخوة الخطباء التمسك بهذه الدروس، وذلك لأنه قضية الإمام الحسين قضية عالمية. يجب أن نرتب الخطباء، يجب أن نرتب الرواديد والمنشدين بصورة علمية وأكاديمية والابتعاد عن العشوائية. فهذه البضاعة المزداة التي يلقيها عليكم أتمنى أن تنال رضاكم وأن تلتزموا بها. خادمكم الشيخ الخطيب رضا الطويرجاوي. المقامات، هذا التسجيل بصوت الشيخ رضا الطويرجاوي. كيف نحلل المقام بسرعة؟ سأقرأ لكم كلمة المقام باسم النغم. يعني إذا أقول مقام الحجاز، أنا أسوي هذه الكلمة بنغم الحجاز، أو أقول مقام السيقا، أقول هذه الكلمة بالسيقا، وهي هكذا: مقام البيات هذا هو نغم البيات. مقام الحجاز، مقام الحجاز هذا هو نغم الحجاز. مقام السيقا، مقام السيقا هذا هو نغم السيقا. مقام الكرد، مقام الكردي، مقام مقام الرست، مقام الرست، مقام الرست. مقام النهاوند، مقام النهاوند مقام العجم، مقام العجم هذا هو مقام العجم. مقام اللامي، مقام اللامي هذا هو مقام اللامي. حيدر علي بهداي بهداي مثل طور الجنوبي. يا حسين غبرك راح الحجاب. مقام الصبا، مقام المخالف.
مقام المخالف أمر على عبده وضربني جينا ننشد كربلاء يا مضيعين. مقام الصبا زمزم مقام الصبا زمزم مقام الصبا زمزم مقام الصبا زمزم. أنا البتول الطاهر الظلموني مقام الهمايون وخلصت على المشرع اليوم روحي. هذا هو نغم الهمايون. أما مقام الكركر بأي ذنب دمي جرى والجسم مني على الثرى ما غسلوني. مقام الكركر بأي ذنب دمي جرى ما غسلوني ما كفنوني بل قطعوني في البيداء. هذا هو مقام الكركر. طور الدشت مرحبا بك يا شهر رمضان. هذا هو نغم الدشت. نعم أحبتي، هذا هو تحليل الأنغام بسرعة. هذا صوت أخوكم الشيخ